السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا عيد الأضحى اللي خلاص على الأبواب، كلها أيام. ربنا يتقبل منا ومنكم في الأيام دي صالح الأعمال. طيب، طبعا كلنا تابعنا مع بعض واتكلمنا مع بعض، والأيام اللي فاتت عملنا حلقات عن الموسم اللي الأهلي قدمه بشكل او باخر. خلاص هو موسم للنسيان انتهى. كدوري كمحليات انتهى. كمشاركة كمان في دوري الابطال الافريقي انتهى بالنسبة لي كاهلي. خلاص رسميا انا في الكونفدرالية لاول مرة في تاريخي، بسبب ان انا طبعا تالت الدوري المصري. ودي مشاركتي الاولى على مدار تاريخ النادي الاهلي، اللي اطلع من الدوري على الكونفدرالية على طول بدون ما اروح دوري الابطال. يعني حتى السنين اللي ما كنتش باخد فيها الدوري كنت بتأهل لدوري الابطال عن طريق ان انا رقم اتنين، يعني كنت بطلع المركز التاني مثلا في الدوري المصري. طيب، ولكن في الاحداث الاخيره والايام الاخيره، الساعات اللي فاتت دي كلها فيها مناوشات، فيها كلام كتير يعني شايفين كلام من هنا وهنا ان قد يستبعد نادي الزمالك من دوري الأبطال الأفريقي، وساعتها هيبقى موجود النادي الأهلي بديلا له. طيب، ايه قصة الاستبعاد دي؟ زي ما احنا شفنا، او يمكن اللي مش متابع خلينا اقول له برضو ان في الساعات الأخيرة دي آه، يعني الاتحاد الأفريقي وضح آه، ان الزمالك قد يتعلق، او قد ما يعني ممكن ما ينفعش يشارك في دوري الابطال السنه دي بسبب كثرة القضايا بتاعه المديونيات. طيب، ايه اللي هيتم دلوقتي او ليه اللي بيحصل دوت؟ المفروض ان الفريق بيكون معاه حاجة اسمها الرخصة الافريقية. الرخصة الافريقية دي لازم تكون مع الفريق اللي هيشارك، سواء اعتقد في دوري الابطال او في الكونفدراليه. طيب، الزمالك معلق حاليا مشاركته في دوري الابطال بسبب القضايا طبعا اللي احنا عارفينها بتاعت القيد والمديونيات اللي موجوده عليه والكلام ده كله. فقد اخطر الاتحاد الافريقي الزمالك بانه هيديله مهله لحد القرعه بتاعه دوري الابطال، يكون حصل على موافقه، او زي ما بنقول ايه، الرخصه اللي هي الافريقيه دي بالمشاركه في دوري الابطال. طيب، ايه اللي يتم علشان الزمالك يقدر ياخد الرخصه الافريقيه دي؟ في حاجه من الاتنين، وانا بشوف التانية يعني بصراحه مش فير. ولكن الاولى انه يتم تسديد المبالغ الماليه ديت، ويتم تسويه كل القضايا الخاصه بالعقود او الكلام ده كله، او الفلوس يعني عامه كلها تتسوى خلاص، ما يبقاش النادي عليه اي مديونيات. طيب، الحاله التانية ان يتم، اعتقد ده هيتم على سبيل الاستثناء، او على عفوا على موضوع ان هو استثناء لنادي الزمالك. يعني طبعا نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره جمهور كبير، الجمهور المحترم اللي دايما بنأكد على كلمة المحترم. ايه اللي هيتم؟ ممكن يعني يتم جدولة المبالغ المالية دي، ان هو تتقسط على نظام دفعات. طبعا حضراتكم ادرى مني كتير قوي بموضوع الجدولة والكلام ده كله. ان يتم دفع على اقساط في مدد محددة. طيب، السؤال اللي احنا هنروح له هنا، هل النادي الزمالك هيقدر يسدد في المواعيد اللي هيتم جدولتها، ولا هنرجع ندخل في مشكلة تانية اكبر؟ طيب، خليني برضو هلاقي حد يقول لي طب ما انت النادي بتاعك يا عم عمال محضر ملف قانوني علشان يقدمه للاتحاد الافريقي وللفيفا، وان الزمالك لا يحق له المشاركة في دوري ابطال افريقيا وانا اولى منه وانا الكلام ده كله. بص، لان انا اتسالت السؤال ده بشكل شخصي يعني، هل انت هتبقى مبسوط لو الاهلي شارك في دوري الابطال ده؟ هبقى مبسوط في حاله واحده، ان دي البطوله اللي بتاهلني اذا خدتها بالالتحاق بكاس العالم للانديه. دي الحاجه الوحيده اللي هتفرحني، ان انا هلعب بطوله ربنا كرمني وخدتها،
هروح كاس العالم للانديه. طب ربنا ما اكرمنيش وما خدتهاش، خلاص الموضوع خلص، انا كنت بلعب فيها السنه اللي فاتت واللي قبليها وما حصلتش عليها. طيب الحاجه التانية اللي ما تفرحنيش ان انا يعني مش عايز اقول برضه المستوى، ولكن المشاكل اللي مريت بيها الموسم ده خايف تتكرر وانا موجود في دوري ابطال افريقيا. فهصبح ان انا دلوقتي برضو مش هاخد البطوله، هيبقى عندي مشاكل، هيبقى عندي نتائج مش كويسه، هيبقى عندي خساره، هيبقى عندي تعادل، هيبقى عندي فتراكمت المشاكل على النادي. بدل ما انا بحل حاليا، خلاص انا تداركت الموقف ان انا ازاي كنادي اهلي او كبطل افريقيا او كزعيم افريقيا زي ما يلقب النادي الاهلي بكل الالقاب دي، ان انا بحاول الملم اوراقي واحل مشكلتي وخلاص. المشكله اي نعم السنه دي تفاقمت قوي عن السنين اللي كان الاهلي ممكن يكون بيتعثر فيها يعني، ولكن خلاص انا حاليا بلم ورقي، بظبط اموري. ففكره ان انا اركن بقى ملف التظبيط علشان اروح العب دوري ابطال بديلا لنادي الزمالك اللي هو بطل الدوري ال 15 على عيني وعلى راسي كل الكلام ده، فدي هتسبب لي انا مشكله ان انا هركن ملف الحل. فانا دي اللي مش عايزها. مش عايز النادي الاهلي يبقى اهتمامه لا انا خلاص هلعب افريقيا طب بديلا للزمالك، فانا عايز اركز في البطوله، اركن ده على جنب. فانا دي الحاجه الوحيده بكل مصداقيه وبكل شفافيه، احنا لو رحنا مش هنروح بكامل الانبساط اللي بروح بيه وانا واخد الدوري. احنا هنروح كبديل لنادي الزمالك. خلي بالك مش هقول لك بقى ان انا هنا ها 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 وجامد ورحت وانت لا عشان انا معايا فلوس وانت لا، عمرك ما هتسمع مني انا هنا الكلام ده. انا ممكن اطلع احفل، اطلع اهزر، اطلع اقول كلام ممكن يضايق بعض الجماهير الزملكاويه، ولكن هنا هتسمع الكلام الحيادي. هنا مش هتلاقيني بتكلم ان علشان الاهلي ممكن يروح فهو يروح عشان جامد، لا هيروح بديلا لنادي الزمالك. ليه؟ لان نادي الزمالك عنده مشكله معينه لازم تتحل. هل هيقدر عليها؟ ما يقدرش، الله اعلم الايام اللي جايه مخبيه ايه. بس في نقطه مهمه برضو هتكلم معاك فيها، هي فكره ان الاتحاد الافريقي او مثلا يعني مش عايز اقول كده برضو عشان الناس مش هتفهمني صح، بس فكره ان الاتحاد الافريقي بيبقى يعني افريقيا كلها او الاتحاد، عايز اقول ايه، المنظمه نفسها هي بتبقى مهتمه ان النادي الاهلي يكون موجود. ليه؟ مش عشان انا اهلاوي بقول لك الكلام ده، ولكن عشان خاطر النادي الاهلي الاتحاد الافريقي بيتعامل معاه في دوري ابطال افريقيا على انه سبونسر للبطوله. يعني بيجي بالرعاة الرسميين بتوعه، بيجي باعلاناته، بيجي بحاجات كتير قوي. فده بيؤدي لان البطوله بتتشاف اكتر، مع احترامي لعدد جمهور نادي الزمالك في الوطن العربي، في مصر، في العالم، في اي كان. بس خلينا متفقين وواحد في فكره ان الاهلي جمهوره اكتر. فالاتحاد الافريقي بيتعامل مع النادي الاهلي على انه مش بس فريق مشارك، مش بطل افريقيا بس، بيتعامل معاه كمان على انه سبونسر للبطوله. فدي من ضمن النقط اللي انا كنت عايز اتكلم معاها. ايه اللي هيحصل الساعات اللي جايه الله اعلم. نادي الزمالك هيتم تسويه الموضوع، الله اعلم هيتم جدولتها، الله اعلم هيتم حل المشكله دي ازاي. ولكن نتمنى كل التوفيق لكل الفرق المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه، سواء الاهلي وسيراميكا في الكونفدراليه، او الزمالك وتاني الدوري في دوري ابطال افريقيا. طيب هنتقل معاك دلوقتي لجزئيه قد تكون مضحكه الى حد ما، وهي انتوا ليه يا جماعه ليه بتنبروا علينا؟ ليه يعني ليه بتنبروا علينا كنادي اهلي؟ يا عم انت حد جه جنبك؟ هقول لك بقى دلوقتي انا مين اللي جه جنبي ومين اللي عمل ايه. انت دلوقتي خدت الدوري المصري وتأهلت لدوري ابطال افريقيا، ايا كانت المشكله الخاصه بالقيد والمبالغ الماليه والكلام ده كله اتحلت او لا، فانت بطل الدوري المصري، انت متأهل لدوري الابطال الافريقي. طيب انا كموسم وحش طلعت رقم 3 في الدوري، فبالتالي رايح العب كونفدراليه وانا راضي تماما بده لان ده انا استحقه في الموسم ده. طيب قعدت تقول لي ايه؟ ايوه يا عم ابسط يا عم،
البطولة الاسهل في القارة، وراح تلعب البطولة الاسهل في القارة، وهتلاعب البط الكيني والبني اليمني، وتلاعب مش عارف مين، وهتاخد البطولة سهل سهل، ما انت الاهلي. قلت يا عم ماشي، قلت امين ماشي، هروح العب البطوله عادي، ما انا اتاهلت لها. دلوقتي انا هروح العب يا عم الفرق اللي انت قلت لي عليها، ده كان البن دوت هطحنه، هلاعب البط الكيني، قلت هزغط البط 3 4 ماتشات وخلصنا وهاخد البطوله. وبعديها طبعا هنتقل اشوف مين اللي خد السوبر، اشوف مين اللي خد دوري الابطال، العبه في السوبر. جايز يكون برضه فريق تمام، ايا كان بقى الفريق بقى، انا دوري الابطال بقى، ايا كان اللي هياخد دوري الابطال، تاخد انت الكونفدراليه وتلعبه في السوبر. طيب تعالى يا عم نشوف البط الكيني والوز الهندي والحاجات اللي بيقولوا عليها دي، ابص على مين تأهل يا جماعه، مين اللي راح للكونفدراليه. ما لاقيش لا بط ولا وز ولا ارانب ولا اي حاجه. طب يا عم مين اللي اتأهل؟ الاقي الرجاء المغربي، والوداد المغربي، الله، والصفاقسي التونسي، وشباب بلوزداد، لا اله الا الله، واتحاد العاصمه الجزائري. امال مين يا جماعه؟ امال مين؟ فين؟ في 3 فرق تانيين. كايزر تشيفز ده انا واخد منه دوري ابطال قبل كده في النهائي، فمعنى انه يوصل للنهائي اعتقد ان فريق كويس الى حد ما، لان برضه وقتها ما كانتش الفرق المتاهله للبطوله كانت قويه قوي، كان اقواهم النادي الاهلي، والحمد لله ساعتها خدنا البطوله يعني. طيب الملعب المالي واول اغسطس، يعني فين يا جماعه؟ انا اتغشيت، انا اتغشيت. انت قلت لي هتلعب بط ووز وبن وبتاع والدنيا جميله، دي خروجه، خروجه في افريقيا. فانا فين بقى الناس دي؟ قعدتوا تنبروا علينا لحد ما هو. اتفضل، مين معايا بقى طب انت مين اللي راح هناك؟ يعني البط والوز والكلام ده راح دوري ابطال؟ انا والله ما بصيت على الفرق المشاركه في دوري الابطال، يعني ما اعرفش غير ان الزمالك والفريق رقم 2 في مصر، المركز التاني في الدوري المصري. مين يا جماعه راح الدنيا دي؟ ما اعرفش. خلينا برضو نبقى نشوف و نتكلم على الموضوع ده. طيب في موضوع بجد بجد عايزين نتكلم فيه بجديه شويه، وهو موضوع الاعلام الرياضي المصري. انا دلوقتي عندي فريق زي نادي الزمالك، طبعا فريق كبير يحترم، في لعيبه كتير كتير يعني يحترموا طبعا، الا من رحم ربي يعني. آه، فايز بالبطولة، طبيعي جدا يتم عمل انترفيوهات او لقاءات او استضافات للاعيب الزمالك، لان هم ابطال الدوري، وده اللي كان بيحصل مع النادي الاهلي بعد بطولة افريقيا، بعد بطولة الدوري، بعد ايا كانت البطولة بيحصل، وبتجيب لعيب من هنا تطلع بيه الحلقة جميلة، تعمل ترند حلو للبرنامج اللي انت بتقدمه. ولكن ان الترند بقى يا جماعة صعب. فكرة ان انت عايز تطلع ترند بأيا يكن بأي شكل ما، حتى لو على حساب لعيب او على حساب نادي او على حساب جمهور او الكلام ده كله. طيب انا من يومين تقريبا يعني، لو ما خانتنيش الذاكرة، شفت اللاعب شيكو بنزا لاعب الزمالك مستضيفينه في احد البرامج، داخل عمال بيغني وبيرقص وبتاع. فحسيت ان الوضع يا جماعه مش حلو، الشكل مش حلو. ايه المشكله ان انا اجيب اللعيب، اقعد معاه يقعد بكل احترام بكل ادب، مش عارف ايه، نتكلم ونفرح ونهزر ونشغل اغاني وننزل وتجيب معاه الكاس يا عم، لو هو كاس مصر مثلا او حاجه خفيفه نقدر نجيبها معانا، او نقدر النادي يسمح لنا ان احنا ناخدها معانا الاستوديو. ايه المشكله ان انا اجيبها وافرح واعمل حلقه قويه جدا 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 افرح بيها جمهور الزمالك، ويتاخد منها لقطات وتنزل على السوشيال ميديا وتبقى ترند وبتاع والكلام ده كله، بس مش على حساب المشاهد، مش على حساب عقليه الجمهور. يعني انا معلش، لما اتفرج على شيكو بانزا، يا جماعة كل ده متخطط، وكل ده معمول حسابه، ومعروف الدنيا دي هتمشي ازاي. انا دلوقتي يا عم انا موافقك ان اللعيب يخش بالطريقة دي ويغني، ما هو مش مصري وبتاع، وعاداته وتقاليده غير عاداتنا وتقاليدنا وكل الكلام الجميل ده. طيب ليه انت كبرنامج دلوقتي اول ما الراجل دخل المفروض بتاخده الكادر بتاعك من وشه؟ طيب انا لقيت بقى اول ما شيكو بنزل، لو حد يلاحظ معاك الكلام ده، اول ما دخل
الكاميرا بدل ما بقت في وشه بقت في ظهره، فاصبح انت جايب اللعيب من ورا، فاصبح انت عارف طريقة اللبس المعتادة او المشهورة للاعب شيكو بنزا. فاصبح الكادر قدامي دلوقتي نص شيكو باينة. اقول لك ايه، نص شيكو باينة مش شيكو بنزا. الدنيا مش حلوة. انا كواحد قاعد بتفرج، معايا اهلي، معايا غيره، معايا حد من عيلتي، ليه اشوف منظر زي ده؟ ده رقم واحد. طبعا هنطلع نقول ان ده خطأ غير ملموس، وان احنا مش قاصدين نعمل كده والحاجات دي كلها، واجيب لعيب يترقص ويعمل فانا في الحتة دي بالذات جاي اكلمك في الاعلام الرياضي ان هو يا جماعة ما تطلعوش بالحاجات دي ترند يا جماعة. الناس دي بتستغل عقولكم يا جماعة. الناس دي آه، بتستغل فرحتكم بحاجة معينة عشان تكبر من برنامجه. هو لا يفرق معاه لا اهلي ولا زمالك ولا شيكو بنزا ولا عماد متعب ولا ايا كان، مع احترامنا لجميع الاسماء. فهو اللي يفرق له ان برنامجه يطلع ترند. وكل ده فكرة ان انت تبقى عارف كمدير تصوير او كايا كان كفريق اعداد، عارف ان انت اللعيب ده داخل، فهتاخدوا الكادر بتاعه من وشه، ففجأة يبقى مش عارف ايه. يا جماعة كل ده مدروس، كل ده متخطط، كل ده متظبط، كل ده مت آه، ما يعني هقول لك ايه، كل ده مترصص ومتجهز. بلاش ان احنا نمشي، او مش عايز اقول اللفظ ده، ننساق ورا الكلام ده كله. إيه المشكلة؟ امبارح كابتن معتمد جمال، بس طبعا احتراما لسنه، الراجل قاعد محترم في برنامج تقريبا اهو فايق والدنيا جميله مفيش مشكله. اي لعيب تاني كان بيطلع سواء طب انت ليه كبرنامج جايب شيكو بنزا؟ معلش، انا حاسس ان هو برضو مش اللي هو التوب اللي ممكن تجيبه. يعني كان ممكن تعمل حلقه قويه جدا بواحد زي محمد عواد، تصدر ركله جزاء في الماتش الاخير في الدوري المصري وقلب الماتش خالص، بعيدا بقى عن مين بص له ومين شاور له بعينه ومين الكلام ده كله، احنا اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده. تتكلم عن التصدي وعن مشاركته ان هو اصلا كان ما بيلعبش والاصابه، ويقول لك بقى ان ربنا اكرمني وهو نصيب وانا عشان اجيب الدوري واعمل، وهتعمل حلقه بوم البوم عادي. ليه شيكو بنزا؟ ليه تجيب واحد اصلا مش مصري انت عارف ان هو هيعمل الحركات دي، وهي دي طبيعه شخصيته وطبيعه لبسه وطبيعه الكلام ده كله، عشان تشتغل دماغ الناس والناس تبتدي تعمل شير والناس تعمل مش عارف ايه في برنامج فلان الفلاني على قناة الفلانية كان مستضيف فلان، فالحلقة الجاية هجيب فلان فنقعد نتفرج. لا ده يا جدعان قديم، قديم في جديد، في حاجات جديد ممكن تطلع حلقة ترند الترندات بشكل محترم عادي جدا، من غير رقص، من غير توجيه كاميرات بطريقة ما. ايا كان اللي حصل ده حصل عن طريق الخطأ او غيره، لازم يبقى في اخطاء متداركة كده، ما ينفعش تعرض حتى على الهواء مباشرة. حاجات تانية كتير. بنرجو منكم احترام عقلية المشاهد، بنرجو منكم احترام الأهالي اللي بتتفرج على البرامج دي. الكرة مش مقتصرة على الرجالة بس، لا بل بالعكس، في أطفال، في ستات، في كل الناس، كل الفئات متاح ليها ان هي تتفرج على الكورة، دي حرية شخصية وبرامج كروية. بس اعتقد ان انا مفيش حاجة تاني ممكن اتكلم فيها النهاردة. اتكلمت معاك عن مشاركة نادي الأهلي والملف القانوني اللي مجهزه، مشاركته من عدمه في دوري الأبطال، كل دي حاجات متوقفة لحين حل المشاكل. قلت لك قد ايه ابقى مش ايه ايه السبب اللي هيخليني ابقى مبسوط وايه السبب اللي هيخليني مش هبقى مبسوط لو انا شاركت في دوري الابطال السنه دي بديلا لنادي الزمالك. انا باكد دايما على كلمه بديلا لنادي الزمالك لان هو يستحق المشاركه. مش هتكلم معاك بقى في مين يستحق ومين ما يستحقش، بس على الورق هو يستحق. مش هتكلم على اخطاء تحكيميه، كل ده اتكلمنا فيه. خلاص يعني الموضوع انتهى، الموسم خلص بحلو وبمر وبالطول بالعرض خلص. اتكلمت معاك على ان انت ابوس ايديكوا بلاش نبر علينا، قعدتوا مباراه تلعبوا كونفدراليه بطوله سهله وبط ووز، رحت والله ما لقيت ولا بط ولا وز. فبالله بالله بالله ما حدش ينبر علينا، سيبونا في حالنا يعني، سيبونا يعني نلملم الدنيا والنبي الله يبارك لكم. بس في اخر الكلام هقول لكم برضو كل سنه وانتم طيبين.
وعيد اضحى مبارك على كل الناس. ان شاء الله يكون عيد سعيد على كل جموع الشعب المصري. نفس الكلام اللي بقوله في اخر او في قفلة كل حلقة تقريبا. بشكركم على كل كلمة حلوة بتتقال. شكرا. شكرا شكرا على اي حد بيقول كمل، شكرا على اي حد بيقول الفيديوهات حلوة، شكرا على اي حد بيقول كلمة حلوة في الوش، في الظهر، في كومنت، في اي حاجة. بس واي حد بيحاول ان هو يتطور، لان الكلام ده بقيت للاسف مؤخرا بشوفه كده في كومنتات، مش بس على اليوتيوب، على بلاتفورمز تانية. اي حد بيتطور، انا ما بردش على حد، مش هشتم حد. انا كانت شخصيتي زمان كان ممكن اكون اتعصب شويه، اجريسيف شويه، وارد الرد اللي يفهم اللي كتب حاجه. لكن انا دلوقتي مش كده. الحمد لله رب العالمين، ده من فضل ربنا عليا. وبيني وبين اي حد بيقول كلمه وحشه في حقي، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سامع، ربنا شايف، ربنا مطلع على كل حاجه. تركت الامور دي كلها لله عشان ما اطولش عليكم برضو. كل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم.